النهارده اقول لكم على 20 نصيحه هتقضوا بيها على مدى الاجازه. في منها المفيد وفي منها المسلي. بس قبل ما ابدا الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ويلا بينا نبدا. اول حاجه هي النصايح الدينيه. النصيحة رقم 1 هي الانتظام بالصلاة. لازم تعودوا نفسكم على الانتظام بالصلاة، حتى لو انتي بتصلي صلاة وصلاة لا عودي نفسك انتي تصلي كل الصلوات وفي ميعادها. النصيحة رقم 2 هي ان انتوا تتفرجوا على قصص الانبياء. لازم يا جماعة تكونوا عارفين قصة كل نبي وايه معجزة كل نبي، فلازم تتفرجوا عليهم. هاتوا على اليوتيوب قصة نبي مثلا سيدنا محمد، سيدنا ادم، سيدنا نوح، يونس، اللي انتوا عايزينه، بس لازم تكونوا عارفين كل معجزات الأنبياء. النصيحة رقم 3 قراءة القرآن. لازم يا جماعة تقرأوا كل مثلا يوم كده 4 صفحات 5 صفحات من القرآن. مش شرط تحفظوهم، انتوا واحدة واحدة بس بتقروهم هتلاقوا نفسكم بتحفظوهم كده تلقائي. النصيحة رقم 4 هي تطوير لغة معينة. لو انتوا عايزين مثلا تطوروا اللغة الإنجليزية عندكم، يبقى تاخدوا كل يوم 5 كلمات تحفظوهم على مدار شهر، هتكونوا حفظتوا 150. عايزين تزودوا اكتر يبقى 10 كلمات في اليوم، يبقى على مدار شهر 300 كلمة. انا بالنسبه لي اي لغه انت عايزه تطوريها يبقى تحفظي كلمات، لان الكلمات هي اساس اي لغه. بعد كده بقى بتيجي الحاجات التانية، الجرامر والكلام ده، بس اهم حاجه هي حفظ الكلمات في اي لغه. النصيحه رقم 5 هي الاهتمام بالنفس. حاولوا يا جماعه تهتموا بنفسكم في فتره الاجازه، لان احنا في فتره الدراسه مش بنبقى مهتمين قوي بسبب ضغط المذاكره وكده، فبنحاول نعوض ده في الاجازه ان احنا نهتم بشعرنا ببشرتنا بضوافرنا كويس جدا. النصيحه رقم 6 عودوا نفسكم على شرب الميه كتير في اليوم، لان الميه بتحسن بشرتنا وشعرنا كل جسمنا عامه، فالميه مهمه جدا للجسم. عودوا نفسكم على شرب الميه كل شويه. النصيحه رقم 7 هي ان انت تطوري رسوماتك القديمه. يعني لو انت بتعرفي ترسمي، تبداي ان انت ترسمي رسمه انت رسمتيها من زمان بس دلوقتي، وتعملي مقارنه ما بينهم وتشوفي ايه التطورات اللي حصلت وايه اللي ناقصك وايه اللي اتغير وكده. النصيحة رقم 8 هي لو انت مش رسامة وبتحبي التلوين، يبقى تجيبي كتاب تلوين من اي مكتبة عادي، بيبقى فيه رسومات تقدري تلونيها في البيت عادي، بتبقى جميلة وحلوة وكل حاجة. طيب لو انت عندك مثلا صورة معينة عايزة تلونيها او حاجة، اطبعيها من المكتبة ولونيها عادي. النصيحة رقم 9 هي تحسين الخط. حاولوا تحسنوا خطكم سواء في العربي او الانجليزي، هتحسوا بفرق جدا، فرق كبير جدا بالذات في السنة الجديدة لما تيجي تكتبوا، هتلاقي نفسكم في فرق جميل جدا. النصيحة رقم 10 هي تنظيم الغرفة أو تنظيف الغرفة. لو الأوضة عندكم مش نظيفة نظفوها وكده وخلوها جميلة وحلوة. طيب لو الأوضة مش متنظمة أو في حاجات مش متنظمة في الأوضة زي المكتب أو التسريحة وكده، نظموهم ومسحوهم وظبطوا الدنيا، هتحسوا براحة نفسية كبيرة جدا. النصيحة رقم 11 هي انكم تدخلوا المطبخ وتتعلموا حلويات او تتعلموا الطبخ وكده، وتعملوا مثلا كيكة او حاجة وتفاجئوا بيها عيلتكم. النصيحة رقم 12 هي انكم تغيروا ديكور الغرفة، مثلا تشيلوا السراير من هنا تحطوها هنا، تشيلوا الكومودينو من هنا. المهم هتحسوا بفرق جميل جدا لما تغيروا اي ديكور في الاوضه. النصيحه رقم 13 هي ترتيب الدولاب. يعني ايه ترتيب الدولاب؟ يعني مثلا البلوزه دي بتلبسيها على البنطلون ده مع الطرحه دي بتحطيهم على جنب، والبلوزه دي مع الجيب، فاهمين؟ يعني كل حاجه تبداوا ترتبوا الدولاب، يعني كل طقم مع البنطلون بتاعه. النصيحه رقم 14 هي تطوير الذات. في فيديوهات حلوه قوي على اليوتيوب لتطوير الذات وكده. لو انت عندك مثلا مشكله مع التعامل مع الناس، تبداي تتفرجي على فيديوهات ازاي اتعامل مع الناس بشكل مثلا حلو كده، هتلاقي نفسك اتغيرتي طبعا للاحسن. نصيحه رقم 15 هي تعلمي لفه طرح جديده، او لو انت مش محجبه تعلمي تسريحات الشعر جديده، بتبقى حاجه ممتعه وحاجه مفيده جدا. النصيحه رقم 16 هي مشاهده المسلسلات. لو انت مثلا بتتابعي مسلسلات كوري، اتفرجي على كوري، اتفرجي على تركي، اتفرجي على تركي كوميدي، اي حاجه بتبقى مسليه جدا مشاهده المسلسلات بالذات في الاجازه. النصيحه رقم 17 هي ممارسه الرياضه. عودوا نفسكم اول ما تصحوا تلعبوا رياضه، هتخليكم طول اليوم حاسين بنشاط. النصيحه رقم 18 هي صنع الاكسسوارات بالخرز. دي اكتر حاجه انا بحبها وبحسها اكتر حاجه مسليه في الاجازه، وبتبقى جميله جدا وبتطلعي اكسسوارات حلوه على حسب مثلا طقمك لونه بينك وبتعملي اكسسوارات لونها بينك عشان تلبسيها مع الطقم، فدي اكتر حاجه مسليه في الاجازه. النصيحه رقم 19 هي انك تخرجي مع اصحابك او مع عيلتك. مثلا ممكن تروحوا تاكلوا بره او تجيبوا الاكل اللي انتوا هتاكلوه في البيت بس تاخدوه وتاكلوا بره في اي حته عادي، او تروحوا تاكلوا ايس كريم، تشربوا عصير قصب، اي خروجه بسيطه بس هتحسي بفرق كبير جدا. النصيحة رقم 20 وهي أهم نصيحة في الفيديو ده كله، إنكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، لأن قناتي يا جماعة أكتر حاجة ممكن تهدي تسليكم. هنزل لكم فيديوهات حلوة تسليكم في الأجازة كده وشوية حاجات حلوة، فاشتركوا في القناة
وتأكدوا ان انتم مفعلين الجرس علشان يوصلكم كل جديد.